السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. حاولت بس التكييف، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا النهاردة بصور فيديو تاني actually خاص بمستلزمات المدارس supply lists. بس جالي سؤال على فيديو لسه عاملة له بوستنج بتاع الشغل في الفوكيشنال تريننج. حد بيسألني يعني إنه عنده فرصة الهجرة بس متردد من الهجرة لكندا بسبب الرعاية الصحية والحاجات السيئة اللي الناس بتسمعها عن الرعاية الصحية في كندا. بما ان انا يعني بشتغل في المجال شوية وعندي شوية معلومات عامة يعني، والسؤال ده اتكرر كتير جدا. الناس بتسألني السؤال دوت يعني، وصعب ان انا ارد عليه في كومنت يعني في كلمتين، فهعمل فيديو بسرعة. هي الرعاية الصحية في كندا فعلا مجانا لأي كنديان سيتيزن أو بيرمننت ريزيدنت، مجرد إن أنت تعمل الكارت الصحي. هنا في كيباك اللي اسمها الرام كيو، اللي هي ريجي داسيغونس مالادي دي كيباك. في أونتاريو اسمها الأوهيب. على حسب المقاطعة اللي انت فيها بكارت، هو كارت صحي يعني، بيبقى عليه صورتك وتاريخ ميلادك ولك رقم يعني زي رقم قومي، بس هو رقمك الصحي يعني، عشان لو تعبت او لو احتجت اي علاج تروح عياده بتقدم الكارت ده ما تدفعش حاجه. رحت المستشفى، رحت لاي مكان. الحاجه الوحيده اللي مش كفرد تبع الحكومه هي النظر، علاج النظر يعني لو نظاره او لو كشف نظر مش كفرد بالحكومه، والعلاج الاسنان. بس مؤخرا ترودو بيحاول يقدم، اعتقد اتنفذت اكشلي بداوا السنه دي، ان هم الناس اللي هم محدودي الدخل يقدروا يعالجوا اسنانهم ببلاش. في شويه باك اند فورث لسه في موضوع السنان يعني، بس خلينا نعتبر ان السنان مش انكلودد لاي حد، هي موجوده بس للاطفال المجانا. الاطفال تحت 12 سنه بيتعالجوا سنانهم. لو في سوسه مثلا، لو عنده حشوه او حاجه زي كده، الطفل بيتعالج على حساب الدوله في السنان تحت سن 12 سنه. بس هما دلوقتي بيحاولوا يساعدوا الناس، بيحاولوا يطلع قانون جديد يعني ان هو يساعد الاسر محدودي الدخل ان هما الاسره كلها تعمل علاج سنانها بالمجان. بس بجانب دوت خلينا نتكلم عن الطب ان جنرال او الرعايه الصحيه ان جنرال. العلاج الصحي هنا متقدم جدا، وعندهم احدث التكنولوجيا واحدث الاجهزه ولابروسكوبيك سيرجريز وكل حاجه واحدث حاجه وخبراء في كل حاجه. بس عشان هي مجانا وعشان السيستم خربان شويه مش منظم كويس، ففي كوربشن طبعا في كل حاجه. فانا رايي ان هو فيلير في الاداره مش اكتر يعني. الحد اللي ماسك النظام دوت من سنين وسنين وسنين ما زال مكمل ماسك في البوزيشن بتاعه بنفس المخ والمنتاليتي بتاعته من زمان، فما فيش تطور بيحصل في الحاجات اللي هي زي ما نقول كده ايه البيبر ورك او البيهايند ذا سينز يعني. عندهم حاجات عتيقه مش راضيه تتدحدح من مكانها يعني من ضمنها مرتبات الناس. يعني انا ممكن اشتغل نفس الشغلانه انا بشتغلها كممرضه تبع ايجنسي، اخد الدبل في الساعه عن انا اشتغلت تبع الحكومه. حاجات متخلفه يعني. مش هتكلم عن المرتبات في الفيديو ده بس عشان اوضح للناس انه انت لو جيت هنا ومرضت لا سمح الله او احتجت عمليه او حد عندك تعب جدا هتتعالج، مش هيسيبوا حد مش متعالج يعني. حتى بعد الشر يا رب، الناس لو جالها كانسر بتتعالج على حساب الدوله. جالك يعني سكته قلبيه هتروح وتعمل عمليه وباذن الله يعني تبقى كويس ومش هتدفع ولا مليم. الحاجات الاكستريم والحاجات الطارئه والحاجات الامرجنسيز كلها بتتعالج وقتيه جدا وبسرعه جدا. لكن سي مثلا انت عندك كشف دوري، عندك وجع بسيط كده في جنبك وعايز تروح تطمن يعني، شغلانه بقى ان انت تحاول تدور على ابوينتمنت، مش هتلاقي ابوينتمنت في الكلينيك، ممكن تقعد على الويب سايت 3-4 ايام عقبال ما تلاقي ابوينتمنت. ممكن الابوينتمنت بتاعك يطلع الساعه 9 بالليل، ممكن الابوينتمنت بتاعك يطلع الساعه 1 الظهر وانت في شغلك، وبتروح تنتظر برده ساعتين 3. لو انت مثلا عندك وجع شديد جدا مثلا ورحت رحت للمستشفى، هم بيعملوا لك ترياج يعني، ممرضه بتستقبلك وبياخدوا الفيرال ساينز بتاعتك يعني ضغطك ودرجه حرارتك ونبضك والكلام ده. ولو حسوا ان الموضوع مش urgent يعني مش هيدخلوك، هتقعد تنتظر. ممكن الانتظار طويل جدا يعني. انا رحت مره انتظرت من ساعه لاقصى حاجه انتظرتها مره كانت 12 ساعه، وفي الاخر سبتهم ومشيت. فهو دوت اللي غلس في الموضوع، الانتظار الكتير جدا جدا. وسبيشالست زي مثلا انت دخلت للدكتور وبعدين الدكتور قال لك لا والله انت محتاج تشوف متخصص مثلا في القلب، علشان بقى يجي لك ابوينتمنت مع المتخصص ممكن تقعد تستنى 6 شهور، ممكن تقعد تستنى سنه. الالكتيف سيرجريز لو انت عايز تعمل عمليه مثلا هي تبع الحكومه بس هي الكتيف يعني مش ضروريه، ممكن تقعد 2 مستني دورك عشان تعمل العمليه. لكن عايزه اكرر انه لو حاجه صحيه طارئه او حاجه مهمه او حاجه لايف ثريتنينج طبعا هيدخلوك وهتاخد برايورتي وهتتعالج في اليوم اللي هتروح فيه في لحظتها يعني. لو انت داخل واحد عندك وجع في صدرك مثلا
وشكوا في سكتة قلبية، لازم هيدخلوك في ساعتها، هتعمل رسم قلب، ولو في ارقام دينجرس او حاجه في قروها في السكان مش مظبوطه هتطلع فورا، وهيكلموا السبيشالست والمتخصص يجيبوه من بيته عشان يعالجك. هي مقرفه للحاجات العاديه يعني. لو انت عندك دور برد، لو انت عندك ابنك وقع ومحتاج اشعه، هتروح تقعد لك 6 اشهر، مش 6 اشهر، ب6 ساعات عبال ما يدخلوا يعمل اشعه، حاجات زي كده. هي مستفزه وفيها انتظار كتير، بس مش لا سمح الله هتيجي هنا وتعيا او تمرض انت او حد من ولادك وهيسيبوك في الشارع، او روح مع نفسك. لا لا، مش كده. معرفش الصوره اللي الناس موضحاها ليه يعني. اكسكيوز مي، انه البلد مثلا هتسيبك بلا علاج او حاجه زي كده. لا، هو الانتظار مقرف لان في عيب في السيستم، في عجز في العماله في المجال الصحي بالذات بسبب فساد يعني في الاداره يعني. والسبيشالست ما ينفعش انت مثلا ان انت عندك جنبك وجعك فتروح تشوف متخصص في الكلى زي مصر مثلا. انت مثلا حد عنده دوالي مثلا فراح يشوف متخصص اوعيه دوميه، مش من دماغك كده انت تروح تشوف المتخصص اللي على كيفك. لا، لازم تروح للجنرال براكتيشنر يعني، او تروح للفاميلي دكتور بتاعك، هو يحولك على سبيشالست، ووقتها انتظارك علشان تشوف سبيشالست بيطول صراحه. انا بتكلم عن كيباك عموما لان الاكسبيرينس بتاعتي في كيباك من اسوأهم في كندا تقدروا تقولوا يعني. لكن انا بفضل الله يعني ما عيتش عيا وحش جدا انا او اي حد من ولادي، وما لقيتش العلاج او ما لقيتش حد يكشف علينا. انتظرنا وتعرضنا للانتظار المقرف الطويل جدا دوت، بس في الاخر بتقدر تشوف الدكتور يعني وتمشي امورك يعني. تاني حاجه عايزه اقولها الادويه. الادويه كمان مش مجانا، الحكومه بتغطي جزء من الادويه وبقيتها عليك، غير طبعا الاطفال كمان تحت سن 12 سنه مجانا العلاج ليهم لو احتاجوا دواء يعني. والناس اللي هم السينيورز اللي هم فوق 65 سنه لهم ديسكاونت كبير جدا، معظم حاجتهم مجانا هم كمان يعني كعلاج يعني. بس كده، يا رب تكون وضحت شويه الصوره، انه هي وحشه صراحه ومقرفه، والانتظار بشع، وان انت عايز تشوف متخصص مش هتعرف من غير اذن الدكتور، وتقعد تنتظر بالشهور وممكن بالسنين. لكن الارجنت وان انت حد ياخد باله من صحتك لو في حاجه مهمه، هيشوفوك وهيعالجوك يعني. لو حد عنده اي سؤال تاني او عايز اني اوضح نقطه معينه تانية، بليز اكتبوا لي وانا هحاول ارد على كل الكومنتس باذن الله. اشكركم جدا على متابعتكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. هكمل الفيديو اللي انا كنت بصوره بقى الاول ان شاء الله بتاع الادوات المدرسيه، وان شاء الله هنشوف هحط مين قبل مين يعني. اشوفكم على خير، باي باي.